في المستقبل البعيد بنشوف مركبة فضائية اسمها هانتر جرادزنر شايلة 40 راكب ورايحين نظام تنجير. كل الركاب نايمين في حالة تجميد ما عدا المجرم الخطير ريتشارد ريديك. من ضمن الركاب إمام مسلم اسمه إيمان ومرافق 3 شباب صغيرين مسلمين، معاهم كمان التاجر الغني بايروس وضابط البوليس ويليام جونز اللي مرافق المجرم العنيف ريتشارد ريديك. وهما في الفضاء العميق فجأة المركبة بتتضرب بسحابة من النيازك الصغيرة اللي بتعطل أجزاء من السفينة وبتموت الكابتن. نتيجة لكده الضابط الأول أوينز والطيارة كارولين فراي بياخدوا خطوات سريعة للتعامل مع الطوارئ. فراي بتاخد التحكم في المركبة على طول وبتستعد بسرعة للهبوط على كوكب قريب. بترمي جزء من المركبة علشان ما تقدرش تشيل الحمل التقيل، بس ده مش كفاية، فبتخطط إنها ترمي قسم الركاب علشان تخفف الوزن أكتر من كده. أوينز لما بيفهم إنها هتعمل كده بيتفزع وبيجري ناحيتها علشان يمنعها. فراي بتحس بالذنب لما بتدرك إنها كانت قريب جدا هتقتل ناس كتير، بس خلاص فقدت السيطرة على المركبة ومفيش حاجة تقدر تعملها علشان توقف الاصطدام بسطح الكوكب. نتيجة لكده ركاب كتير بيموتوا ومفيش غير بايروس وجونز وريديك وإيمان وال3 شباب الصغيرين اللي نجوا من الحادثة. وفي نفس الوقت فراي بتلاقي أوينز بيعاني من إصابة قاتلة بسبب اصطدام المركبة بالأرض. بتحاول تنقذه وتشد الرافعة اللي كانت قريبة تخترق قلبه، بس أوينز بيقول لها توقف وبيطلب منها تدور على معدات طبية. فراي بعدين بتؤمر الناجين يدوروا على صندوق الإسعافات، بس بيكتشفوا إن مفيش حاجة فاضلة بعد الحادثة. بعدها بتؤمر الناجين يسيبوها لوحدها مع أوينز اللي بيموت بعدها بلحظات. بعد شوية الناجين بينادوا على فراي علشان تشوف اللي حصل بره، وبتندهش لما بتكتشف إن الكوكب فيه هوا يقدروا يتنفسوه، لكنه في نفس الوقت مهجور خالص. كل اللي قدامهم مجرد رمل وصخور من غير أي علامات للحياة. بعدها فراي بيروح يتفقد ريديك اللي دلوقتي محبوس جوه المركبة المتدمرة وتحت حراسة جونز، وبتكتشف إن ريديك قتل ناس كتير قبل كده وهرب من سجن شديد الحراسة، وإن جونز ناوي يخليه محبوس لحد ما يلاقوا مكان يستقروا فيه. بس أول ما فراي وجونز بيمشوا ريديك بيحرر نفسه من السلاسل والأغلال اللي على إيديه ورجليه، بيهرب من المركبة، وجونز بيتنرفز لما بيلاقي إن ريديك هرب. علشان كده جونز بيجمع الناجين علشان يساعدوه يمسك المجرم. بس غير ريديك اللي ممكن يشكل خطر على سلامتهم، هم كمان محتاجين بشكل عاجل جدا يلاقوا مية، وإلا كلهم هيموتوا هناك من العطش. بعدين بيتقسموا المجموعتين، مجموعة بتخرج تدور على ريديك والمية، والمجموعة التانية بتفضل علشان تدفن الركاب اللي ماتوا. وهم بيلفوا جونز بيصرخ وبيأمرهم يوقفوا الحركة بعد ما بيسمع أصوات غريبة قريبة، خايف تكون من ريديك. بعدين بيتتبع الصوت وبيفحص المنطقة، بيبص من خلال المنظار علشان يشوف لو ريديك موجود بعيد، بس بعدين بيلاحظ حركة بشرية جاية ناحيته. جونز بسرعة بيوجه سلاحه على الشخص اللي وراه واللي بيطلع فراي. جونز بيعتذر وبعدين بيقول لها انه ملقاش اي اثر لريديك، بس شاف شوية اشجار بعيد. علشان كده جونز وفراي بيتوجهوا للمكان مع ايمان وال3 شباب الصغيرين، بس بيكتشفوا انها مقبرة وإن الأشجار دي في الحقيقة عظم مخلوقات ضخمة. ومع ذلك بيستكشفوا المنطقة كويس على أمل إنهم يلاقوا ريديك أو يلاقوا مية. وأثناء بحثهم الشباب الصغيرين بيلاقوا لعبة روبوت مدفونة في الرمل وبينادوا على فراي. في النهاية بيلاقوا مستوطنة بحث جيولوجي مهجورة، وإيمان بيكتشف بير مية ومصدرها، وكمان فراي بتتتبع مركبة هبوط وبتبلغ الباقيين عنها. بس لما بتدخل بتكتشف ان المركبة مش قادرة على الطيران، وعند المركبة زيك بيطلق النار بالغلط على ناجي تاني فاكره ريديك، وبيدفن الراجل المسكين في الارض المحفورة. بس فجأة بيوقف لما بيلاقي حفرة في الارض، ولما زيك بيستخدم الكشاف بتاعه علشان يشوف ايه اللي جوه، مخلوق مجهول فجأة بيهاجمه. علشان كده بيضرب النار على المخلوق، بس هجومه بيكون وحشي وجسمه بيتصاب بشدة. بعدها شازة اللي كانت مستنية زيك بتسمع صوت الرصاص وبتجري علشان تشوف لو هو كويس، بس لما بتوصل أخيرا بتلاحظ إن زيك اختفى خلاص، وبتشوف ريديك واقف قريب منها وفي إيده عضماية حادة، خايف إن شازة تتهمه بالقتل. ريديك بيحاول يهرب بس فجأة بيتمسك من جونز وبيقع على الأرض، وجونز بينتهز الفرصة وبيسيطر عليه وبيشيل النضارة الشمس بتاعته. في الحقيقة ريديك مش قادر يشوف في ضوء الشمس بسبب الحساسية الشديدة في عينيه اللي اتعدلت جراحيا علشان يشوف في الضلمة، فجونز بيمسكه بسهولة وبيرجعه للمركبة. وبعد شوية فراي بتزور ريديك وبتسأله لو هو قتل زيك ودفنه. في الأول ريديك بيرفض يتكلم، بس لما فراي بتهدده إنها هتسيبه في المركبة يموت، بيكشف إن كان في مخلوق مفترس خطير هو اللي قتل زيك وجره للحفرة. بعدين بيقترح إنهم يحفروا أعمق في الحفرة علشان يلاقوا زيك،
وبعد المحادثة دي فري بتبلغ الناجين عن الكلام اللي دار بينها وبين ريديك وبتأمرهم يساعدوها، وهي بتنزل في الحفرة. أول ما بتدخل فري بتكتشف مجموعة مخلوقات طايرة مستخبية في الضلمة وبقايا زيك متنطورة في الكهف، وهي مرعوبة بتحاول تهرب من فتحة بس الحبل متمدد خالص. بسبب كده فري بتصرخ وبتطلب المساعدة، والناجين بيشدوها لفوق بعيد عن المخلوقات العدائية. دلوقتي وبعد ما عرفوا ان كلام ريديك كان صحيح، جونز بيرجع للمركبة وبيعمل صفقة معاه، بيطلب من ريديك يساعدهم يهربوا من الكوكب مقابل انه يشيل السلاسل من ايديه ورجليه. ريديك بيوافق على العرض وبينضم للمجموعة علشان يستكشفوا الكوكب. بعدها المجموعة بترجع للمركبة بخلية الطاقة بتاعتها اللي ناويين يستخدموها علشان يشغلوا المركبة اللي لقوها. فري بتفترض ان المركبة لسه ممكن تشتغل، فبتخطط تصلحها، بس هيبقى لازم تظبط الجزء الكهربائي علشان تشتغل. وبعد شوية فري بتنجح في تشغيل طاقة كفاية للاختبار بخلية الطاقة، بس بتوضح انهم لسه محتاجين 5 تانيين علشان يقدروا يطلقوا المركبة. وبعدين شازا بتتطوع تدور على خلايا الطاقة، وجونز بيوافق على الخطة، بيفكرها تتصل بيه لو واجهت أي صعوبات. وقت ما هما بيتكلموا جونز بيلاحظ إن ريديك مشي من قدامه، فبيعتذر لشازا وبيروح وراه. بيلاقيه في غرفة الحفر وبيرجعه للمركبة. وفي مستوطنة البحث الجيولوجي الناجين بيشربوا علشان يرتاحوا بعد يوم متعب جدا، بس فري واضح إنها مش مرتاحة وهي بتراقب المنشأة اللي هما فيها، محتارة ليه السكان السابقين سابوا المركبة قبل ما يمشوا. جونز بيفترض ان يمكن المركبة كانت للاستخدام مرة واحدة. ريديك بيختلف مع كل فرضياتهم، مصر ان السكان المحليين لازم يكونوا اتقتلوا من نفس المخلوقات اللي اخدت حياة زيك. فجأة ايمان بيقاطع المحادثة علشان يبلغ ان واحد من الشباب المسلمين الصغيرين مفقود. لما بيسمعوا كده بيجروا على غرفة الحفر، بس بيلاقوا الولد الصغير ميت ومتاكل من المخلوقات المفترسة. بعد المأساة دي بيعرفوا ان المخلوقات المفترسة حساسة لضوء النهار وبتصطاد فرايسها في الضلمة وبس. علشان كده جونز بيقترح انهم يخرجوا في النهار بس علشان يفضلوا عايشين. بعد ما الكل بيخرج من الأوضة فري بتلاقي بعض عينات الحفر من 22 سنة. من العينات دي فري بتكتشف معلومات أكتر وبتروح أوضة فيها قبة سماوية، وباستخدام القبة السماوية بتعرف ان كان في كسوف قبل كده، وبتقول ان السكان القدام اتصادوا واتذبحوا من المخلوقات المفترسة اثناء الكسوف بشكل غير متوقع. بتكتشف ان الكسوف اللي جاي قرب يوصل للكوكب قريب جدا، فبتحذر الناجين يشتغلوا على المركبة بأسرع ما يمكن. مع ذلك جونز بيقول لها ما تقلقش علشان لسه بيدوروا على خلايا طاقة أكتر، وبيقول إن ريديك ممكن يخطف المركبة لما تبقى جاهزة للإطلاق. بيكشف لفري إن ريديك مرة خطف مركبة وقتل الطيارة علشان يطلقها، وتاني يوم فري بتكمل إصلاح المركبة وفجأة بتشوف ريديك داخل، فبتسأله لو اللي جونز قاله صح، وهو مندهش بيعترف بكده فعلا. بس كمان بيكشف إن جونز مجرد مرتزق مش ضابط قانون ولا حاجة. كمان بيقول إن جونز كان معاه العقاقير اللي كان ممكن تنقذ أوين، بس ما فكرش يديله واحدة. مع إنها غضبانة لما بتسمع كده، في حاجات أهم لازم تتعمل، فما عندهاش وقت تستجوب جونز. وبعد المحادثة دي مع ريديك فري بتخرج بره، وهي والناجين بيدركوا إن الكسوف في النظام ده بيقرب بسرعة كبيرة، أسرع من الكسوف في النظام الشمسي. شازا بتقترح إنهم ياخدوا كل حاجة محتاجينها من المركبة المحطمة قبل ما الكسوف يحصل في النهاية، وبسرعة بتشتغل العربية اللي بتشتغل بالطاقة الشمسية مع الناجين. لما بيوصلوا لموقع الحطام بيلموا كل خلايا الطاقة بسرعة، وبايروس بينفصل علشان يجيب حاجته. وهما بيتجمعوا بيلاحظوا ان الكوكب بدأ يتغطى بالضلمة، يعني الكسوف اخيرا بدأ. في الحالة دي العربية اللي بتشتغل بالطاقة الشمسية ما بقتش تنفع تشتغل، واللي بيخلي الناجين محاصرين في المركبة المحطمة. ومع الضلمة اللي بتلف في المكان المخلوقات المفترسة بتطلع من الأرض علشان تهاجم الناجين. بيهربوا بسرعة علشان يستخبوا في المركبة اللي وقعت. لما الكل على وشك انه يدخل، شازا ما بتنجحش في النجاة بسبب هجوم المخلوقات المفترسة. بعد ما بيشوفوا شازا بتموت، بايروس بيأمر الأعضاء التانيين يدخلوا، بس فري وريديك بيفضلوا بره. ريديك بيشيل نضارته بيشوف المخلوقات المفترسة بتطلع بالآلاف من الأرض. أول ما بيدخلوا جوه المخلوقات بتحاول تغزو القاعة وبتهاجمهم تاني، فريديك بيعمل حفرة علشان يوديهم للجنب التاني، وهناك هيقدروا يستخبوا ويخططوا ازاي يرجعوا لمستوطنة البحث الجيولوجي. وهم ماشيين في الضلمة شاب صغير بيبقى في خطر، وريديك بيحاول ينقذه باستخدام بصره الحاد، بس الولد الصغير ما بيسمعوش وبيجري بعيد، واللي بيؤدي لموته هو كمان. وبنرجع للمخبأ وفري لسه متمسكة بخطة انها تجيب 4 خلايا الطاقة وترجع للمركبة. جونز مش موافق على فكرة فري وبيحاول يأذيها،
بس ريديك على طول بيهدده بشظية حادة. بسبب كده جونز بيرجع لمكانه وفري بتكمل مناقشة الخطط. هي بتقترح ان ريديك يقدر يقودهم للمركبة باستخدام بصره الحاد، وفعلا بعد شوية ريديك بيبقى قائد المجموعة، بيراقب بعيونه الحادة اي مخلوقات قريبة في الضلمة وبيقودهم بامان لمركبة الحطام. وبسرعة بيلموا الاجزاء بتاعتهم، بيشغلوا طاقتهم وبيبنوا منصة دفاعية بأضواء الأشعة فوق البنفسجية بتاعتهم. بعدين ريديك بياخد المجموعة وبيرجع للمركبة وبيستخدم بصره الحاد علشان يحميهم. بس فجأة الشاب الصغير بيمسك جزء من خلية الطاقة اللي وقع من العربية، فري بتحاول توقفه بس هو خلاص انفصل عن المجموعة، تقريبا اتهجم عليه من المخلوق المفترس. وفي نفس الوقت بايروس الخايف بيزحف على الأرض وبالغلط بيدمر المنصة الدفاعية. نتيجة لكده المخلوقات المفترسة خلاص حوطته وبتاكله دلوقتي. وبعد ما أعمدة النور اتدمرت، المجموعة بتشغل الشعلات بتاعتهم وبيستخدموها كملاذ أخير. ريديك بيقول للمجموعة إنهم مش هيقدروا يعبروا الوادي لأن الشاب الصغير بينزف، لأن ده ممكن يجذب المفترسين. بس لما المجموعة بتكمل مشي، جونز فجأة بيقترح على ريديك إنهم يستخدموا الشاب الصغير كطعم وهو هيبعد مع الباقيين. ريديك المتضايق بيتحداه لقتال، وفي نفس الوقت فري بتؤمر باقي المجموعة يتحركوا. ريديك بيجرح ظهر جونز بالشظية الحادة بتاعته وبيلهي المفترسين المنجذبين لريحة الدم. الوحوش بتهاجم جونز وبتقتله، وريديك بعدها بينضم للباقيين في المجموعة وسوا بيدخلوا الوادي. بس بيشوفوا عدة مخلوقات مفترسة بتحوطهم من فوق، فريديك بيأمرهم يجروا أسرع وهو بيسحب خلايا الطاقة وهو بيجري. وهم بيعبروا الوادي المطر بيبدأ ينزل، بيطفي الشعلات المرتجلة بتاعتهم. في اللحظة دي آخر شاب صغير مع إيمان بيتاخد من مخلوق، وبسبب كده ريديك بيخبي باقي أفراد المجموعة في كهف علشان يحافظ عليهم في أمان، وهو من ناحية تانية بيكمل عبور الوادي بخلايا الطاقة. بعدها ريديك بيوصل بأمان لمستوطنة البحث الجيولوجي وبيبدأ يشغل المركبة. وفي نفس الوقت المجموعة اللي باقية بتكتشف ديدان مضيئة حيويا جوه الكهف، فبيستخدموها كضوء وبيحطوا الكل في إزازة. وبعدين فري بتتطوع تخرج وتشوف ريديك في المركبة، وبسرعة بتوصل للمنشأة وبتكتشف إن ريديك على وشك يطلق المركبة من غيرهم. فري بتسد الطريق علشان تمنع ريديك من تشغيل المحرك، وبتتوسل ليه ينقذ إيمان وجاك في الكهف. بس ريديك بيرفض، وبطريقة معينة بيعرض صفقة، بيقول إنها تروح معاه وتسيب الاتنين وراه. العرض ده في الأول بيهز تصميمها على إنقاذ الأعضاء التانيين، بس فري بتفتكر إزاي أوينز منعها من التخلص من قسم الركاب قبل كده قبل ما يقعوا على الكوكب، ولسه حاسة بالذنب بسبب كده، فبتعيط من الإحباط وبتقول إنها لازم ترجع ليهم حتى لو ده ممكن يكلفها حياتها. وبسبب كده ريديك في النهاية بيقتنع وبيرجع للكهف مع فري، وباستخدام بصر ريديك الحاد والأضواء الحيوية المضيئة بيرجعوا بأمان للمركبة. للأسف ريديك بينفصل عن المجموعة وبيتهاجم من بعض المخلوقات، بيتجرح في رجله اليمين واللي بيمنعه من المشي بشكل سليم. وفي نفس الوقت فري بترجع ليه بعد ما بتسمع صراخه، بس للأسف بيتم الهجوم عليها من ورا وبتتجر من واحد من الوحوش المفترسة، وبتسيب ريديك عاجز عن عمل أي حاجة ليها. ريديك بعدها بيرجع للمركبة وبيبدأ يشغل المحركات، بس بيوقف لما بيلاحظ حاجة، بيطفي المحرك وبيستنى المخلوقات المفترسة تحوطهم. لما الوحوش بتتجمع ريديك بيشغل المحرك وبيحرقهم وبيقتلهم على طول. وأخيرا المجموعة اللي نجت بتهرب من الكوكب المهجور. بس قبل ما يرجعوا للأرض، جاك بيسأل ريديك إيه اللي هيقولوا عنه لما السلطات تسألهم، فريديك بيقول لجاك وإيمان إنهم يقولوا للسلطات إن المجرم ريديك مات بالتأكيد. ودي نهاية الفيلم، ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.